عشان ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في صوت أهلاوي، حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بإذن الله. موضوعات كتيرة ومتنوعة هنتكلم عنها، ولكن عندنا مباراة النهاردة مهمة جدا جدا مع سموحة. سموحة فريق منظم، سموحة فريق بيعرف يلعب المباريات الكبيرة، وبالتالي ده كان كلام يستر لعيبة النادي الأهلي في التمرين الأخير قبل ما الفرقة طبعا تسافر لإسكندرية وتبات في فندق هناك، وتبدأ بقى تستعد أو خلاص تنتظر مباراة مهمة جدا في الملعب. قائمة النادي الأهلي اللي المفروض اللي اختارها يسترب من غير أي مفاجآت. من غير أي مفاجآت يعني إيه؟ من غير أي مفاجآت إزاي؟ طب قولوا لي بس الدنيا ماشية كويس؟ من غير أي مفاجآت يعني هي نفس اللعيبة. المفاجأة كانت طبعا وجود مروان عطية، ونبدأ نتكلم عن القايمة: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحة، ياسين مرعي، بيكهام، بن رمضان، كاموش، شريف، مروان عطية، حسين الشحات، بن شرقي، بالعمري، هادي رياض، إمام عاشور، ديانج، أحمد عيد، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا. ده بالنسبة لقائمة النادي الأهلي. كان إيد بالعمري كده اتخبط فيها خبطة بسيطة، ولكن لفها كده برباط ضغط والدنيا تمام التمام، فإن شاء الله أموره كويسة ودخل القائمة الحمد لله ما فيهوش أي مشاكل. ما صدقنا يا عم بالعمري يجي لنا حد يعني في ريحة علي معلول، وإن شاء الله يكتب تاريخ كبير جدا معانا بإذن الله. التشكيله المتوقعه ايه في ظل بقى وجود مروان عطيه؟ كان في لغط على مساله مروان عطيه موقوف مش موقوف، الدنيا مش عارف ايه. رابطه الانديه بعتت للنادي الاهلي وبعتت للناس كلها وقالت ان هو كان اخذ انذار في 3 مباريات، والمباراه وتوقف مباراه بتروجيت، بعدها لعب مباراه مع النادي الاهلي واخذ فيها انذار. اذا هو ما عندوش غير انذار واحد، فبقى جاهز مروان عطيه انه يكون موجود عشان في التمرين الاخير يبان بعض الحاجات كده كانت موجوده في التمرين، زي مصطفى شوبير هو اللي واضح جدا انه هيلعب المباراه دي. تقدر كده تقول ان الدور عليه، وان الراجل مش عايز يخرجه من دائره الاهتمام. يعني في قلب الدفاع واضح جدا زي ما قلت لك ان بيكهام هو اللي هيحل محل ياسر ابراهيم، وجنبه يكون ياسين مرعي. الراجل مش عايز حتى الان يتنازل عن فكره محمد هاني او حتى ياخد راحه. اتمنى انه يريح محمد هاني حتى ولو لعب 60 دقيقه مثلا لو الدنيا ماشيه كويس. ويوسف بالعمري ناحيه الشمال. حتى الان في وسط الملعب التركيبه مروان عطيه واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور ناحيه الشمال، وبن شرقي ناحيه اليمين، ومروان عثمان يبقى هو اللي هيكون راس حربة الفريق. طيب هل كاموش من الممكن انه ياخد؟ لان الراجل اتكلم معاه، وقف معاه اتكلم معاه بشكل واضح جدا. فحل من الاثنين: يا اما بيتكلم معاه في حته، اصله كمان في التقسيمه كان بيخلي شويه كاموش في الجبهه في الفرقه الاساسيه، وبعد كده يرجعه للفرقه الاحتياطيه ويبدل معاه مع مروان عثمان. فالكلام الكتير اللي معاه ده يا اما معناه يقول له انا عايزك بديل ويشرح له، انا ما اعرفش قال له ايه الحقيقه. يا اما يقول له ان انا مديك الثقه وان انت هتبقى المهاجم الاساسي، فاكيد هيكون ليه دور في المباراه. للاسف لجنه الحكام عملت اللي انا عمال احذر منه، وهفضل اتكلم على مساله الحكام. هفضل اتكلم ليه على مساله الحكام؟ يا جماعه النادي الاهلي مش نادي صغير. لما يروح بيلعب مع فرقه زي فرقه سموحه توديله مصطفى الشهدي، ده رابع مباراه اعتقد اذا ما كنتش انا مخطئ، رابع مباراه يحكمها لي مصطفى الشهدي هذا الموسم. والحقيقه انا مش عارف ليه، مع انه يعني مش حكم كفء ولا حاجه ولا حكم دولي. والكارثه في كده لما قلت لك انك عشان تجيب
حكم صغير او حكم مغمور او حكم مش ممتاز للنادي الاهلي، على الاقل هات حد على الفار، حد تقيل، حد يكون مشهود ليه بالنزاهه، حد معروف عنه انه كويس، حد معروف عنه انه ممكن يرد على قله خبره الحكم. انما تروح تجيب لي في الماتش مصطفى الشهدي وعلى الفار وائل فرحان. اهو فرحان ده معانا ملوش نصيب من اسمه على الاطلاق، ملوش اي نصيب من اسمه. احنا عمرنا ما شفنا وائل فرحان ده موجود لنا في ماتش وكنا فرحانين ابدا. ليه؟ لانه معروف يا جماعه، ده معروف يعني بمحبته للزملكاويه بشكل. عمرك شفت الزمالك بيعترض على حكم زي وائل فرحان؟ بالمناسبه، في مساله الحكام تاني لقيت حد بعت لي صوره، مش عارف اسمه ايه، فاسيليو صح؟ ما اعرفش، ممكن تصححوا لي الاسم. ما مش هو مش تنمر والله، ولكن دايما ما علينا ما علينا. بيقول لك ايه بقى، انه في البرنامج اللي بيطلع على قناه نادي الزمالك اللي هو بيقدمه غالبا تساءل ان ليه طارق مجدي ما بيحكمش للنادي الاهلي، وانه عايز طارق مجدي يحكم للنادي الاهلي. ليه يا فاسيليو؟ ليه يا فاسيليو بيه انت عايز طارق مجدي يحكم لنا؟ ايه ده؟ علشان انت عارف ان طارق مجدي دايما عنده حاجات كده بيخسر منها النادي الاهلي؟ انت رحتوا الليفل الوحش. مش رامز السنه دي بيقدم برنامج اسمه رامز ليفل الوحش، انتوا بقى رحتوا لليفل الوحش. الماتش اللي فات نادي الزمالك بعت شكوى ومطلع بيان انه انه معترض على حماده القلاوي انه يحكم له ماتش حرس الحدود، وكمان بيعترض في نفس البيان على اخطاء في دماغهم لمين؟ لامين عمر في ماتش الاهلي والجونه. يعني هو بيشتكي حكم ماتش الاهلي والجونه اللي الجونه اساسا ما اشتكاش، يعني الجونه ما قالش عندي حاجه، يعني صاحب الحق اللي ليه حق ما قالش انا ليه حق. انت واخد بالك؟ هما بقى راحوا لليفل تاني. قناه نادي الزمالك عايزه تختار لي حكامي اللي تلعب مباريات. هو في كده يا جماعه؟ هو في كده؟ قسما بالله ما شفت في حياتي كده. قناه نادي الزمالك عايزه تختار حكام تحكم مباريات نادي الاهلي. كوميديا سودا، كوميديا سودا. وعلى فكره مشارك فيها اداره النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي. ما هو يا فرعون ايه فرعانك؟ قال لك ما لقيتش حد يردني. يا جماعه قناه نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك طول ما انت مترفع عن الرد عنه والله ما والله هيفضل يدوس عليك. تقدر تقول لي كده، هي قناه نادي الاهلي، قناه الاهلي اللي المفروض اقدم قناه هنا، المفروض يعني وظيفتها ايه مع نادي الزمالك او مع التجاوزات اللي بتحصل مع نادي الزمالك؟ او هي فين؟ مفيش يا باشا. احنا مش موجودين، احنا على الارض اعلاميا مش موجودين بسبب الترفع، بسبب احنا بيتم التجاوز في حقنا كميه تجاوزات لا حصر لها. ولكن ده على سيره الحكام يعني. فاسيليو عايز يختار لنا الحكام، ما اهلا بيك، وانت ما لقيتش حد يرد عليك، ماشي ما عليه. ده لسه في اللايف الكومبو ده هكلمك على كوارث في راديو البلاعات. راديو البلاعات، عارف راديو البلاعات؟ انا مش هتكلم عنه تاني. انا هقول لك ايه راديو البلاعات، مش هتكلم في حاجه تانيه، مش هقول عليه صوت لا ده صوت البلاعات. المهم اتكلمت في اللايف اللي فات على قرار النادي الاهلي للمرحله الفاصله للدوري. وقلت ايه؟ قلت ان النادي الاهلي بقرار وخبر، والحمد لله كل المواقع خدته، كل المواقع بكل الصفحات الكبيره، ولكن ما خدتوش نقلا عني الحقيقه. كله اتكلم قال لك ايه، مصدر خاص مش عارف مين، مصدر خاص مش عارف مين، يعني محدش قال ان احنا قلنا الكلام ده. فما علينا. المهم قلت ايه؟ قلت ان النادي الاهلي بيفكر انه يبعت او واخد قرار انه يبعت شيك
لاتحاد الكرة علشان يحكم مبارياته بحكام أجانب في المرحلة الفاصلة، الست مباريات. الأهلي عايز يكون في حكام أجانب، وقلت النادي الأهلي بيدرس يا إما الست مباريات يبقوا بحكام أجانب ويبعت الشيك بتاعها مباشرة الست مباريات، أو 3 مباريات منهم يختارها. فجالي توضيح في المسألة دي، قال لك في 3 مباريات أساسيين احنا حاطين عليهم العين ان احنا هندفع فيهم دولارات الحكام الاجانب: زمالك، بيراميدز، وسيراميكا. الثلاثه دول، وهنشوف باقي الترتيب. لو المصري موجود يبقى مصر كمان، يبقى بيراميدز والزمالك ومصر وسيراميكا. ادي 4 مباريات. هنشوف بقى الاثنين التانيين مين. لو هي مستاهله هنطلب ال6، مش مستاهله خلاص. ولكن الاتجاه الاقرب انه يكونوا 6. ليه؟ قال لك المشكله مش في المنافس، المشكله في الحكام. ايوه، قال لك المشكله مش في المنافس، المشكله في الحكام. فاحنا بندرس الموضوع، ولان الموضوع برضو فيه تكلفه كبيره، 6 مباريات وكلها بالدولارات، فاحنا ممكن نتكلم على 4 مباريات اقل حاجه، او ال6 مباريات مش هتيجي من ماتشين. فهنشوف اللي هيتم، ولكن ده توضيح بالنسبه لمساله اللاعبين او الحكام الاجانب. النداء الى الكابتن محمود الخطيب: أرجوك عدى مسألة موضوع حكام سموح، عدت خلاص. وجالنا مصطفى الشهدي، وجالنا على الفار وائل فرحان. يا جماعة أرجوك، فاضل بعد المباراة بتاعت سموحة النهاردة 3 مباريات. رجاء شخصي، ابعتوا لاتحاد الكورة قولوا لهم مش هنلعب ال3 مباريات اللي جايين إلا بحكام دوليين على الفار وحكام ساحه. يا جماعه احنا عندنا حكام معاييرها زي معايير الاستك. عارف انت المعيار الاستك كده؟ معيار استك. عندنا محمد معروف في ماتش بيراميدز، سيراميك كان ماشي معاه ند بند، راس براس، ادى انذار لا يمت للحقيقه ولا للتحكيم بصله. شكرا، السلام عليكم وعليكم السلام. فلازم لازم حكام تبقى حكام دوليه، ويبقوا معروفين ان هم مش هيتسكت عليهم على الاطلاق. طيب، ايه سر زيزو وتريزيجيه وقائمه سموحه؟ قائمه سموحه وتشكيل سموحه اتكلمنا عنه، ولكن في التمرين الاخير ظهر تريزيجيه بشكل كويس، ظهر زيزو بشكل كويس. حتى تروب وقف واتكلم مع زيزو، واتكلم برضو مع تريزيجيه، والكلام كان على ان هم في المرحله الاخيره، والكلام على ان هم يكونوا موجودين في مباراه زد هم اللي هيكونوا فيها في المرحله اللي جايه. والاقرب ان يكون بسم الله الرحمن الرحيم تريزيجيه هو اللي موجود على او موجود في الحسابات. مباراه زد يوم 28 الاقرب يكون تريزيجيه موجود. زيزو وارد جدا كمان انه تريزيجيه ياخد جزء كبير مش صغير من المباراه. يعني وارد ياخد مثلا لانه هينزل في التدريبات الجماعيه قبلها بيومين، فياخد جزء مثلا يكون جاهز انه ياخد نص ساعه. طيب زيزو، لا، زيزو ياخد اقل، ولكن المؤكد ان الاثنين من الممكن يبقوا في التشكيل الاساسي لماتش المقاولين. يعني ممكن تلاقي تريزيجيه يسبق شويه في الماتش بتاع زد في الدقائق بتاعته، تمام، وزيزو ياخد اقل، ولكن الاثنين ياخدوا المباراه الاساسيه من بدايتها، يبقى من ماتش المقاولين. لو انت محتاج تجازف، من الممكن الاثنين يبقوا موجودين في زد، ولكن احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي رافض تماما فكره انه يكون في اي مجازفه. ده بالنسبه لزيزو وتريزيجيه اللي ماشيين بشكل كويس قوي بشكل كويس قوي في المباراه، في التدريبات. انا جاي لي كلام اتكتب النهارده: الحق ده في قرار لتروب انه موافق على
رحيل محمد شريف. شوف، هتقول لي انت كده بتدافع عن محمد شريف، اقول لك انا بكلمك في معلومه. لم يسأل يسترب المدير الفني للنادي الاهلي عن رحيل اي لاعب، واحنا في التوقيت ده اصلا في مرحله ما عندناش مرحله انتقالات اساسا خالص. مفيش مرحله انتقالات عندنا، يعني مفيش فتره انتقالات، ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش عروض لمحمد شريف. رقم ثلاثة، أنا عندي مدير فني حاطط محمد شريف في قائمة الماتش اللي احنا فيه. رقم أربعة رقم أربعة رقم أربعة هو إن عندي كاموتش، الراس الحربة اللي جاي أجنبي، رجل بره ورجل جوه، من إنه يكون مهاجم تعتمد عليه. عندي مروان عثمان مهاجم لحد ما نجيب مهاجم، فأنا عندي تقريبا الاتنين دول بمقاومات مهاجم واحد. هل أنا كنادي أو كمدير فني هتكلم عن لعيب واقول عليه انه يمشي وانا في وسط الموسم وفي وسط معمعة الموسم؟ الكلام ده مش حقيقي على الاطلاق. الكلام ده مش حقيقي على الاطلاق. كلام عاري تماما من الصحة. وبرضو الكلام اللي اتقال وانتشر، الحق ده النادي الاهلي بيقيم او في مرحلة تقييم مروان عثمان، في الخبر. ما هو مروان عثمان جاي اصلا اعارة 6 شهور لنهاية الموسم. بقى كويس معانا وبقى تمام، خلاص. ما بقاش كويس، مش هنشتريه. الحق ده كاموش الاهلي مش هيجدد اعارته. طب ما هو، او مش هيشتريه. طب ما هو فين الخبر يا جماعه؟ فين الخبر؟ مفيش خبر. هو كرسي في الكلوب بيتضرب في هجوم النادي الاهلي اللي مش ناقص، والعمليه مش ناقصه. ده احنا عمالين نلصم لعيبه النادي الاهلي ونلصم خط الهجوم. فيا جماعه ارجوكم، اللي عنده كلمه حقيقيه يقولها. ده احنا لسه يا اخوانا ما كملناش شهر بعد فترة الانتقالات. فترة الانتقالات قافلة عندنا يوم 8/2. انت اي صفقات بتكلمني فيها؟ اي صفقات انت بتكلمني فيها؟ بتكلمني في ايه؟ هو انا لسه اصلا سيستمت ادارة التعاقدات والسكاوتنج اللي عندي عشان افكر في اللعيبة اللي هتيجي؟ يا اخوانا، النادي الاهلي في مرحلة هيكلة حقيقية ادارية يترتبها إدارة التعاقدات وإدارة السكاوتنج، الاثنين هما دول الخطوة الأولى. بعدها أروح أجيب لعيبة. الناس دي هتمشي. امبارح أنا قلت يا جماعة النادي الأهلي سيوجه الشكر لأسامة هلال. ما قلتش إن النادي الأهلي وجه الشكر لأسامة هلال، قلت إيه؟ سيوجه الشكر. بعض الناس قالت لك الحق خالد الاتريب بيقول الأهلي مشى أسامة هلال. قلت لا، لسه سيوجه الشكر لأسامة هلال. وبالتالي انت رايح فين وجاي منين؟ تمام؟ فده بالنسبه بالظبط كده. الناس اللي عماله تتكلم على تعاقدات النهارده، اهلي طرابلس اعلن عن لامين كامارا. لاعب السنغال ولاعب نهضه بركان. والناس نزلت في النادي الاهلي جلد يا اخوان، جلد. انت ازاي ما جبتش لامين كامارا عشان يكون بديل اليو ديانج؟ انت ازاي تفرط في اللعيب؟ انتوا عارفين لامين كامارا جاي من نهضة بركان ازاي؟ جاي بالشرط الجزائي. كام الشرط الجزائي؟ 2 مليون و800 الف دولار. 2 مليون و800 الف دولار يا اخوانا. عارف يعني ايه 2 مليون 800؟ يعني راح دفع كده الاهلي، اللي يجيب اهلي طرابلس، راح رامي ال 2 مليون، عارف، على الترابيزه كده. رامي على الترابيزه كده 2 مليون و800 الف دولار. خد. بكام هذا لامين كامارا؟ ب 2 مليون و800 الف دولار. بكام هذا؟ خد، هاته. طب انا هجيب الكلام ده منين؟ والنبي بالله عليك ما تيجي تقول لي فلوس وسام انا بتلطم عليها عقبال ما اخد الاقساط بتاعتها. اصل مش عارف مين، اصل هو كده. انا عندي امكانيه ولا قدره اروح اجيب لعيب مره واحده كده ادفع شرط جزائي 2 مليون و800 الف دولار؟ لا طبعا، ما عندي، لان ما فيش لاعب اجنبي بجيبه الا على طريق الاقساط. ما عنديش الكلام ده يا جماعه. انا بس عايزكم توصلوا لمرحله ما تفتحش سقف توقعاتك قوي ان احنا معانا الدولارات يا ما هنا يا ما هناك. ما تعملش ده يعني. فعلا كنت جبت مهاجم عليه الطلب. ده انا رحت جبت مهاجم ب 400 الف دولار يا اخوانا. رحت جبت مهاجم ب 400 الف دولار.
فصعبه جدا يعني. فانا بس عايز اقول ان انا مش هتكلم في مرتب لامين كمار، انا بتكلم على ال 2 مليون و800 الف دولار. الناس بتسالني عن مين جاي في اداره التعاقدات، انا اتكلمت في لايف كامل في الموضوع ده امبارح، وقلت ان حتى الان الاقرب هو الاستاذ عصام سراج، وبعده نادر خليل، ومن بعيد كلام عن محمد بركات وكلام عن عماد متعب، ولكن في الاول كده هو عصام سراج. ارجع تاني وابص على الناس اللي مصممه ان سيف زاهر يتكلم على التذاكر، اروح اشوف صفحه سيف زاهر يا جماعه، عشان انا عشان بس ايه، ما بحبش اتكلم في حاجه. اداره نادي الزد هتوفر تذاكر لجماهير الزمالك. طب ازاي؟ قال لك تذاكر نادي الزد تحت امر نادي الزمالك. طب ازاي؟ حد يقول لي. والله العظيم. طب ازاي يا كابتن سيف؟ قال لك ايه بقى؟ حصه نادي زد من تذاكر مباراه الزمالك، نادي زد عنده استعداد يسيبها الى اداره الزمالك من اجل حضور جماهير الزمالك للمباراه، واداره الزمالك طلبت تذاكر زياده، وفي تواصل حاليا عشان اداره الزمالك تاخد تذاكر من نادي زد زياده عشان الجماهير تحضر. وهي دي حلاوه الكوره، ودي العلاقات بين الادارات الكبيره والكوره للجمهور. اروح فين يا اخوانا؟ اقسم بالله ما في كده في العالم، ما فيش كده في العالم. كابتن سيف زاهر، حد تقدر تقول لي يعني ايه حلاوته؟ يعني ايه انت تبقى رئيس نادي المفروض تنافسي مع نادي اخر، فانت عايز تخلي جمهور النادي اللي بيلعب قصادك يكون ضاغط على لعيبتك فبتديهم التذاكر بتاعتك؟ يا جماعه حد يقول لنا احنا في عالم سمسم، ولا دي كوره، ولا اشباه كوره، ولا اشباه احتراف؟ ازاي يا كابتن سيف؟ اقنعني بالله عليك. ما هو ده عيب انديه الشركات وانديه المؤسسات. انديه ما تفهمش هي بتلعب في الدوري ليه، او هل في تنافسيه كده؟ هل في حاجه؟ احنا في دوري ابعد ما يكون، احنا اشباه كل حاجه، والله العظيم احنا اشباه كل حاجه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه حد مسؤول في نادي يطلع يقول انا هديكوا التذاكر بتاعتنا عشان احنا ملناش جمهور، فدخلوا الجمهور بتاعكم عشان يضغط على اللعيبه بتاعتنا؟ عروستي يا كابتن سيف، عروستي والله يا كابتن سيف. ولا عروستي ايه بس، لحسن نتحبس من كلمه عروستي دي. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ ما مش هقول ايه يعني انا بص، احنا بقينا في زمن اللا منطق. عارف يعني ايه اللا منطق؟ بالظبط كده زي العيال المرضى، مش اللي السواد واكل قلوبهم، سواد حرفيا، واكل قلوب ونخر ضمايرهم. عارف انت؟ عضعض ضمايرهم كده وقطع ضمايرهم لحد ما كان، وخلى نفوسهم سودة اسود من قلوبهم، حتى النفس نفسها بقى اسود من قلوبهم. مين دول؟ العيال اللي مش هيارة، العيال اللي عندها صفحات، والعيال اللي عندها قنوات يوتيوب، والعيال السودة من جواهم، اللي حاطين صور للكابتن محمود الخطيب وهو بيشوط الكوره مثلا في الاعلان. يقول لك ايه؟ طب بص اهو صحته كويسه اهي، شفت المسلسلات والافلام، اصلا انا مش صعبان عليا الا ياسين. بص السواد، انا مش صعبان عليا الا ياسين منصور اللي جابه محمود الخطيب على اساس انه هيبقى عيان ويمسك، فمحمود الخطيب بيلعب كوره زي ما انتم شايفين وصحته كويسه زي ما انتم شايفين، وضحك على ياسين منصور. شفت سواد وقله ضمير وقله ادب اكتر من كده؟ عمرك شفت كده؟ عمرك شفت حد بيتكلم على الصحة؟ عمرك شفت حد بيتكلم عن المرض إلا الناس دي؟ غير الناس اللي السواد مالي قلوبهم. والمشكلة محمود الخطيب بيفضل ساكت على الناس دي، ويوم ما بيتكلم العيال دي بتيجي تبوس رجله عشان يعتذر، من أكبر واحد لأصغر واحد. أكبر واحد، شوف مثلا مين أكبر واحد كان عندهم؟ كان مرتضى منصور. كان قال لك أنا الذي والذين، وفي الآخر اتحبس. صح ولا غلط؟ بتعملوا فيها كده ليه؟ ما هو ممكن باصغر بلاغ لاي واحد فيكم يترمي، لان دي مش كوره. ما تكلميش ده ده اسمه سواد، ده مش كوره. لسه امبارح
كان الاستاذ او كابتن مدحت شلبي بيعتذر للكابتن محمود الخطيب، بيقول له ما تزعلش مني على اللي انا عملته. قال لا. طب ليه؟ ليه يا اخوانا اصلا؟ ليه ندخل في حته الصحه؟ انت ايه دراك هو مصور ده ازاي؟ ايه عرفك هو مصور ده ازاي؟ انت تعرف التصوير ده بيتم ازاي؟ ممكن تقعد 3 4 ايام في تصوير اعلان زي ده. انا مش عارف. واحد يخش يقول يا عم سيبك من الكلام ده، احنا مش يا باشا، ده لازم اتكلم في الكلام ده. انا المكان ده بتكلم في كل حاجه. انا مكان هنا بتكلم في كل حاجه، لان احنا مش مفتوح لنا اعلام النادي الاهلي نتكلم في حاجه خالص. فارجوك انا ما تمشينيش على هواك ولا على كيفك يعني. تمام. انا عايز الاعلام يكلمني عن شيكوبانزا. مفيش ولا واحد في الاعلام اتكلم عن شيكوبانزا فين. شيكوبانزا فين يا جماعه؟ شيكوبانزا وصل لمرحله قال لهم انا مش هلعب، انا عندي اصابه في العضله الخلفيه، انا مش هلعب الا لما تدوني فلوس. انا طب فين يا جماعه؟ فين الاعلام؟ فين الاعلام؟ يقول لك عنده شد في العضله الخلفيه، خلفيه برضه؟ شد برضه في العضله الخلفيه؟ ما حد يقول لي يعني، ما حد يكلمني يعني، ما حد يقول لي ده مش لعيب محترف؟ ده مش لاعب بياخد بالدولار؟ ده لاعب مش موجود ليه في لو حد عندي، لو مثلا كاموش، هو انا هجيب لك نفس النموذج. لو كاموش ده عمل اللي عمله شيكوبانزا، كان الاعلام هيعمل فينا ايه؟ رد انت. كان الاعلام هيعمل فينا ايه؟ طيب كان محمد عواد عنده تحقيق في نادي الزمالك، لانه كان رافض يقعد دكه على دكه لمحمد صبحي في الماتشات. ها، حلو كده، كان رافض واتحقق معاه في نادي الزمالك. هل حد ممكن من الاعلام المحترم، الاعلام الحيادي، الاعلام اللي بعين واحده، يكلمنا عن كواليس ساعات ساخنه في التحقيق مع محمد عواد؟ هل حد يقدر يكلمنا عن القصه دي؟ هل حد ممكن يكلمنا ولا مفيش؟ اعتقد انه مفيش. تمام. انما حتى الان في استوديوهات اون سبورت بيتكلموا عن امام عاشور والموضوع اللي كان عامله في يانج افريكانز. انت متخيل؟ حتى الان دلوقتي. ويجي واحد يدخل يروح معايا يقول لي ايه يا عم ما تخلينا في نادينا، يا عم سيبك من الكلام ده، وهنفضل محروقين بالمهاجم بتاعنا لحد امتى؟ يا عم ما تكلمنا مره واثنين وثلاثه وعشرين. فين؟ حتى الان بيكلمونا عن اشرف داري. يا ابني ما اتكلمنا عن 11 قضيه قفقت في الزمان، كلمنا عن اشرف داري اوكي، واحنا معترفين في بعض الاخطاء. تمام. تعالى بقى اكلمك على اذاعه البكابورتات. اذاعه البكابورتات، باكابورتا. عارف اذاعه البكابورتات؟ تخيل في نص ساعه، في نص ساعه، في صفحه كده على نادي الزمالك، صفحه على قناه نادي الزمالك او صفحه موجوده على الانترنت اسمها صوت الزمالك. انا هقول لك في نص ساعه عملوا عناوين بيقولوا ايه. الاحمر ضيع على اشرف داري وعطيه الله كاس العالم. واحد، ده عنوان. وسام ابو علي ما يعرفش حاجه عن فلسطين ولا عمره زارها. الاهلي يتحايل على اتحاد الكره بسبب وسام ابو علي. 3، كواليس ظهور امام عاشور مع رامز جلال، مع ان امام عاشور ما ظهرش. حلو. الاهلي هيفضل ملزم براتب كولر لحد ما يلاقي شغل. 4، معتمد جمال افضل مدرب في مصر وجمهور الاهلي طفش كولر. 1 2 3 4 5 عناوين في اذاعه نادي الزمالك عن النادي الاهلي. وهنا بسال سؤال للمجلس الاعلى للاعلام، يا اخوانا هو انتوا مش استدعيتوا المسؤول المفروض عن صفحه نادي او صفحه صوت الزمالك؟ طب استدعائكم ده ما تمش او لم يسبب الردع للناس القائمه على نادي الزمالك او على صوت الزمالك. بالعكس، ده بدل ما يتردعوا بيزيدوا اكتر، وكانك بتحط البنزين على النار اكتر. طبعا ده كان الضيف الاستاذ محمد القاضي الصحفي.
والحمد لله ان محمد القاضي ملوش نصيب من اسمه، لان محمد القاضي لو كان قاضي كانت العداله راحت في داهيه. لان لما محمد القاضي يطلع يقول لي ان وسام ابو علي عمره ما زار فلسطين وعمره ما لعب مع منتخب فلسطين، يبقى انت بتستعملها يا قاضي. فعشان كده بقول لك ايه، الحمد لله انك مالكش نصيب من اسمك. وما دي بقى ما ينفعش تقول لي فيها للعداله وجوه كثير خالص. يا جماعه كده عيب، يا جماعه احنا تعبنا، يا جماعه ما ينفعش. ليلتكم زي الفل. شكرا على لايكاتكم وكومنتاتكم وتواجدكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.